تفتكروا لو قتلتوا حد ممكن يفضل يطاردك بعد ما يموت؟ طب لو قتلت الآلاف تعيش وسطهم ازاي؟ القصة النهاردة عن بيت وانشستر. في ولاية في كاليفورنيا موجود بيت ملوش زي. بيت شكله من بره عادي جدا، بس أول ما تدخله تلاقي نفسك كأنك دخلت في متاهة. تيجي تفتح باب يفتح على حيطة، سلم يوصلك للسقف، أوضة جوه أوضة، سلالم ملهاش نهاية. الناس كانت بتسميه بيت الأشباح، لكن الحقيقة إنه بيت اتبنى بإيد واحدة ست كانت بتحارب الأموات ببيبان ملهاش نهاية. مين الست دي؟ تعالوا نتعرف على سارة. سارة كانت زوجة ويليام وانشستر، وريث أكبر شركة سلاح في أمريكا وقتها، اللي اخترع بندقية وانشستر، البندقية اللي اتقال عنها إنها البندقية اللي فتحت الغرب الأمريكي. لكن للأسف الفلوس ما جابتش ليها السعادة. سارة فقدت بنتها الوحيدة، وبعدها جوزها مات بمرض غريب. دخلت في اكتئاب مرعب، ومفيش حاجة كانت بتطمنها غير لما راحت لوسيط روحي وقال لها التالي. قال لها انتي ملعونة، أرواح كل اللي ماتوا بالبندقية وانشستر بيطردوكي. لو عايزة تهربي لازم تفضلي تبني بيت وتبني وما توقفيش البنى ده أبدا. وفعلا سارة خدت بالنصيحة. سارة خدت كل ميراثها وسافرت سان خوسيه واشترت بيت صغير وبقت تبني، بس مش البنى العادي، بنى ما كانش طبيعي. كل يوم كان بيبقى فيه تصميم مختلف، أبواب وهمية، شبابيك جوه الأرض، سلالم تطلع للسقف، أوضة بتتقفل وتتفتح من غير سبب. كله كان بيحصل بعشوائية، بس نظام يعرفه الأرواح بس. سارة كانت بتصحى بالليل تدخل أوضة صغيرة، أوضة هي مسمياها أوضة الأرواح، تقعد هناك لوحدها بالساعات، وتطلع الصبح بالتعليمات. تعليمات إيه بقى؟ تعليمات جديدة للبنى. العمال كانوا بيشتغلوا 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، ومفيش توقف نهائي حتى في الزلازل. لدرجة إن البيت كبر قوي وبقى فيه 160 أوضة و2000 باب و10,000 شباك و47 سلم، متاهة حقيقية. طبعا الناس كانت مستغربة هي بتعمل ايه، ولما بقى يسألوها انت بتعملي ايه وبتبني ايه، كانت ترد بحاول اضلل الارواح عشان ما يعرفوش يوصلوا لي. الرعب الحقيقي بقى هنا. في ناس كتير دخلوا البيت ده وزاروه، وبعد ما زاروه حلفوا ان هم كانوا بيسمعوا خطوات بتجري في الطرقات، اصوات بتهمس باسمائهم، ابواب بتتفتح وتتقفل لوحدها، برودة غريبة في بعض الاوض. في اوضة لحد النهاردة محدش بيحب يدخلها، اسمها أوضة سارة. الأوضة دي بقى اللي كانوا بيقولوا عنها إن هي بتخشها كل يوم بالليل تكلم فيها الأرواح. سنة 1922 سارة ماتت وهي نايمة، ولما ماتت العمال وقفوا الشغل فجأة. بيت فضل يتبني 38 سنة ومخلص، وكل اللي دخلوا بعد كده قالوا إن الأرواح لسه فيه، وإن البيت ما بناهوش بني آدمين بس، كان فيه مساعدين من عالم آخر. البيت دلوقتي مفتوح للزيارة، بس مش أي حد يقدر يكمل الجولة فيه. في ناس بتخرج قبل ما الجولة تخلص، وفي ناس بتخرج ومعاها صور فيها حاجات ملهاش تفسير. بيت اتبنى عشان الأرواح ترتاح، بس يمكن الأرواح عمرها ما كانت ناوية ترتاح أصلا. لو انت جاتلك الصدفة انك تروح لحد بيت وانشستر، تفتكر تقدر تخش جواه وتعمل جولة؟ ودي كانت نهاية القصة. أتمنى تعجبكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك.